السلام عليكم ورحمة الله. من شوية نزلت فيديو عن العريس والعروسة اللي الزفة اتقلبت بيهم في المية، وان العربية مش لاقيينها ولا لاقيين العريس والعروسة. ده طبعا الخبر اللي نشرته كل الصفحات وكل الصحف كمان الاونلاين. بس دلوقتي اتأكدت من الخبر ان العريس والعروسة كانوا في عربية تانية ومش هما اللي ماتوا. ده الحمد لله. بس للأسف في خبر تاني مزعج، ان اللي ماتوا اخو العريس وابن عمه واخت العروسة، دول اللي كانوا في العربية التانية اللي وقعت في النيل. طبعا اكيد معاهم سواق العربية يعني. اخو العريس لحد دلوقتي مش لاقيينه، بس لقوا اخت العروسة. طبعا دول كلهم ماتوا، ربنا يرحمهم يا رب ويهون على اهليهم ويصبر قلوبهم يا رب وما نشوفهاش احنا كلنا يا رب في اي حد عزيز علينا يعني. المهم، انا قلت هصحح لكم الخبر يعني، عشان ده الخبر اللي دلوقتي الاكيد او ده اللي حصل فعلا. لكن الخبر الاول اللي هو كان متداول ما كانش لسه في اي جثث، ما كانش في اي حاجة، فكان كله بيقول معلومات مغلوطة يعني. ياريت ندعي لهم، وياريت نخلي بالنا من نفسنا ونكون حذرين اكتر. وياريت اي حد معاه عربية يخلي باله يخلي باله يخلي باله. العربية مش ان احنا نتفشخر ونقعد نعمل زفة ونقعد نعمل خمسات واربعات والحاجات دي كلها. العربية ان احنا بنقضي بيها وسيلة، هي وسيلة بنقضي بيها مشوارنا، بنروح بيها مكان مهم، شغلنا، اي حاجة. لكن مش بنقعد نلعب بيها عشان في ارواح ناس. يا جماعة بالله عليكم.